صباح الفل أو مساء الفل على حسب التوقيت اللي بتتفرجوا عليه على الفيديو. ازيكم حبايب قلبي؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني قوي 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 قوي، والتصوير وحشني جدا جدا جدا. احنا غبنا فترة محترمة، خدنا اجازة ونرجع ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بالحماس بتاعنا بتاع زمان. اخباركم ايه؟ طمنوني عنكم في الكومنتات. قولوا لي عملتوا ايه بعد العيد؟ لسه مأنتخين ولا عندكم امتحانات ومدارس ودروس؟ ولا عملتوا ايه؟ الله يكون في عونكم بجد والله العظيم. الله يكون في عون الطلبة اللي بيدرسوا، او اي ام بتشتغل، او اي ست عاملة في العموم، او اي ست عليها مسؤولية. ربنا يعينكم حبايب قلبي، ويديكم الصحة ويديكم العافية يا رب، ويكون أي تعب بنتعبه في الدنيا يكون في ميزان حسناتنا. اللهم آمين. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وعافية. تعالوا بينا النهاردة أخدكم معايا في اليوم وأقول لكم أنا عملت إيه في يومي النهاردة. النهاردة أول حاجة، أنا كنت صاحية متأخر شوية، صحيت الساعة 3:30 بعد العصر أو العصر. صحيت على طول، كان عندي طبيخ النهاردة بصراحة، وعندي شوية حاجات كده إيه كنت عايزة أعملهم. دخلت أول حاجة، كان يعني النهاردة هاطبخ لوبيا وفراخ. جبت الفراخ، جبت فرخة الحمد لله وقطعتها مش عارفة ايه، وقعدت بقى ايه كنت حطاها في محلول النقع بتاعها، سبتها كده ساعة ولا حاجة في محلول النقع بتاعها. وبعد كده ايه مسكتها قعدت انضف فيها حتة 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 حتة. بالمناسبة يا بنات، انا سمعت حد قبل كده بيقول إن هو بيجيب الفراخ زي ما هي، يعني الراجل بينضفها عادي في المحل، ويعني من الراجل على الطبيخ على طول. نفسي افهم ازاي، والله العظيم انا نفسي بجد افهم ازاي الفراخ بيبقى فيها حاجات كتير قوي 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 الراجل ما بيكونش نضفها وما بيكونش شالها يعني فاهمين؟ يعني أنا سمعت قبل كده، كانت واحدة صاحبتي بتقول لي الكلام ده، ان الفراخ هي بتجيبها من عند الراجل تطبخها على طول، اللحمة بتجيبها من عند الراجل تطبخها على طول. بصراحة انا عمري ما حبيت حاجة زي دي. انا دايما فراخ سواء بيضة او حمرا او حتى بلدي، بحب دايما ان انا ايه، ان انا دايما احطها في محلول النقع او الكلام ده. تعال اقول لكم انا بعمل محلول النقع بتاع الفراخ او اي لحوم او اي حاجه، سواء فراخ او لحوم. انا بعمل محلول النقع ده بتاعها، بحط ميه عاديه خالص، عليها حبه سكر وحبة ملح وحبة خل وليمونية لازم اعصرها، وبسيب القشر بتاعها في قلب المية، وبعد كده بنزل عليها اللحوم او الفراخ اللي انا عاملاها، وباسيبها فيها ساعة كاملة عشان تنضف. باحس إن الحركة ديّة بتطلّع الأكل ما فيهوش ريحة زفارة نهائي، 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 بتخلّيه تحفة بصراحة. كنت دايمًا باستغرب، كان عندي واحدة صاحبتي كانت بتقول لي إن هي بتجيب الحاجة تطبخها كده. في ناس بيعملوا اللحمة على طول من عند الجزار على الطبيخ على طول، بس أنا برضه ما باحبش الحتّة دي بصراحة. باحس إن أنا لأ، عايزة أشطفها أحسن، فاهمين؟ أنا كنت خلاص ولّعت على الفراخ وحطيتها كده تتشوّح شوية، وكنت عايزاها تتلسع لسعة حلوة كده عشان تطلع في التحمير شكلها حلو إن شاء الله. وبعد كده نزّلت عليها مَيّة من الكاتل وسِبتها بقى إيه تغلي مع نفسها وتخلص مع نفسها الحمد لله. وكنت ناقعة اللوبيا. عايزة أقول لكم إن أنا اللوبيا دي أكتر واحدة في الدنيا بتعرف تعمل لوبيا، والله العظيم. أنا بابقى مبسوطة من جوايا لو طابخة لحمة أو فراخ ومعاها لوبيا بصراحة، بابقى مبسوطة جدًا، يعني يعتبر والله هي دي أكلتي المفضلة مؤخرًا. لو وصلتِ لحد هنا في الفيديو بعد إذنك ما تنسيش تضغطي اللايك وتشتركي في القناة، عشان نكون أهل وعزوة مع بعضينا كده، والقناة تكبر إن شاء الله بيكم ومعاكم. أنا مبسوطة جدًا الحمد لله إن القناة بتكبر شوية شوية بالراحة على مهلها، بس الناس اللي بتدخلها ناس نضيفة الحمد لله، ولا بنكبرها على حساب ترندات ولا إن إحنا نعمل بلبلة ولا الكلام ده كله، رايقة كده وهادية مع نفسها زي صاحبتها. أنا باشكّر في نَفْسي، ده غرور مش على يعني مش عارفة، بس أهو. هنا بقى كنت إيه، تعالوا نرجع للفيديو. هنا كنت خلاص طبخت، حطيت قصدي الفراخ تتطبخ مع نَفْسها، وبعد كده جِبت الصدر. أنا كنت جايبة فرخة كاملة فشِلت الصدر منها، لإن بصراحة إحنا مش بنحب الصدور مع الأكل، الولاد بس اللي بياكلوا الصدور، بس أنا وجوزي ما بنحبش الصدور مع الأكل. فشِلت من الفرخة صدر كده، وقعدت هنا إيه، هنا كانت القنصة والكبدة والحاجات دي بتاعة الفرخة كنت باغسلهم وبانضّفهم من الحاجات اللي عليهم، وحطيتهم برضه مع الفراخ تتطبخ. وبعد كده دخلت بقى إيه،
قعدت أنضف شوية في المطبخ في الحوض. وقمت جبت صدر عادي اللي هو اللي كان فايض من الفرخة، وقعدت بقى ايه قطعته شرايح كده للبنات. انا بعملها اكله بصراحه، كل ما بيجيلي فرخه اخد منها صدر واحوشهم على بعض واعملهم اكله واحده، فاهمين؟ ممكن صدرين ونعملهم ايه شرايح بانيه كده، وبتبلهم وبسيبهم في التلاجة. بس بصراحه انا ما تبلتهمش المره دي، انا يا دوب قطعتهم لان ما كنتش فاضيه بصراحه، ما كانش ليا خلق. قطعتهم وبعدين حطيتهم في التلاجة، مرة تانية ان شاء الله نعمل عليهم صدر ويبقوا اكله، فاهمين؟ انا بحب الحاجات دي قوي 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 بصراحه. وبعد كده ايه دخلت بقى ايه، قعدت انضف الدنيا، انضف المطبخ حواليا وانضف بالذات الحوض لما بكون ناقعه فيه فراخ او بغسل فيه فراخ، بحب ان انا انضفه قوي عشان بيطلع حاجات كده من الفراخ غريبه، والله العظيم بيطلع منها حاجات غريبه كده، فلا بحب ان انا انضفه خليه زي الفل. انا اكتر حاجه ايدي فيها طول النهار هي الحوض ده، والله العظيم لو بيتكلم هيشتكيلي هيقولي سيبيني في حالي بقى، انا زهقت منك. انا كنت قاعده بقطع قطع المناء، انا بصراحه ما رضيتش ادقها. انا كنت عايزه القطعه تطلع زي ما هي ايه سميكه شويه، عشان اللي ياكل يحس ان هو بياكل فراخ. قعدت بقى اقطع كده مع نفسي مش عارفه ايه خلتهم. انا تقطيعتي عينه شويه بس اهو، اي حاجه اي حاجه، المهم ان انا بتصرف فاهمين؟ انا بقى قعدت اعملهم وقعدت اعينهم في التلاجة. وكان عندي ناقص، كنت هنا بوريلكم ان هم عملوا حبة قد كده صدر كمان، ونعمل حبة زيهم ويبقوا أكلة حلوة جدا جدا جدا. وانا بتبل البانيه بطريقة تحفة تحفة تحفة، ان شاء الله ابقى اعمله معاكم مرة. انا كنت نقع اللوبيا، سبتها منقوعة ايه بتاع ساعتين كده. انا بحب انقعها لان لو ما نقعتهاش وطبختها زي ما هي بتتعب القولون. الناس اللي عندهم القولون العصبي دوت الله يكون في عونكم، والله انا واحده منكم. احنا المفروض ما نكونش عايشين وسط الناس دي والله احنا المفروض يكون اكلنا مسلوق ومحمر، يعني مسلوق ومشوي، لكن الدمعة والكلام ده كله ما بينفعش معانا. فانا بقى ايه عشان ما تتعبنيش وكده بقوم نقعها الاول، لو نقعتيها مش هتتعبك في الاكل، مش هتعمل لك حموضه، مش هتعمل الحاجات دي كلها، مش هتتعب القولون خالص. هنا بقى انا كنت حطيتها تتسلق وقعدت اشيل الريم ده من عليها وسبتها تتسلق حبة حلوين، وبعد كده هبدأ ان انا اطبخ فيها. الحقيقة ان انا الحمد لله يعني الحاجات اللي انا كنت مخزناها رمضان اللي هو البصل والطماطم والثوم، الحاجات دي للأسف خلصت عندي. يا جماعة الطماطم ب50 جنيه، الطماطم ب50 جنيه، والله العظيم انا مش عارفة الطماطم مالها مجنونة اليومين دول ليه، مانيش عارفة. بس الطماطم غالية قوي 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 في السوق ب50 جنيه الكيلو. فانا قررت ان انا ايه هجيب طماطم اللي هي العصير، طماطم للعصير. انا بصراحة مش عارفة هي بكام، بس اعتقد هي ارخص من الطماطم ام 50 جنيه دي. جبتها للعصير، قعدت بقى نضفتها وحطيتها كده ايه عصرتهم كلهم، يعني كنت جايبة 2 كيلو بس، جبت 2 كيلو طماطم وقعدت بقى ايه اعملهم صلصة. بس ما عملتهمش الصلصة اللي احنا بنعملها التانية، اللي هي انا بحط الطماطم سليمة زي ما هي على النار وبعدين تستوى وميتها تروح، لا مرضتش ان انا اعملها كده بصراحة. لان انا لما بسبك الطماطم طبعا بيبقى الاكل تقيل قوي 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 على معدتي. فانا بقيت بعمل الحركة دي، بس بقيت بعمل ايه باجيب الطماطم انضفها واغسلها واعصرها في الخلاط، وبعد كده احطها بقى ايه اكياس كده في الفريزر، كل ما اطبخ طبخة اقوم شادة كيس طماطم، اريح لي بصراحة، وهي بقى بتتسبك مع الاكل براحتها. وبرضو دخلت جبت بصل، انا كان عندي البصل خلص والطماطم في الفريزر. انا بصراحة بقيت مهووسة ان انا لازم اخزن بصل وطماطم وتوم، الحاجات الاساسية والحاجات اللي بتعطلنا في الطبيخ وبتاخد معانا وقت. انا جوزي كان جاب لي 5 كيلو بصل، 5 كيلو بصل احمر. مسكتهم برضو قشرتهم وفرمتهم في الكبة، وبعدين حطيتهم في الحلة كده، في الحلة قمت حطيت ايه عليهم بكب عليها، دي المادة الحافظة اللي هتحفظه لك معاكي وتخليه زي كأنك بالظبط لسه فرماه دلوقتي اهو. بحط عليه حبة ملح محترمين، في ناس بتحب السكر على البصل بس انا بصراحة ما بحبش السكر على البصل. حطيت عليه حبة ملح، اسفة، حبة ملح محترمين،
وبعد كده حطيت عليه شوية زيت برضه، وقعدت أقلّب فيهم كده. دي المادة الحافظة اللي هتحفظها لِك. وقعدت بقى أحطهم في أكياس. الحقيقة إن أنا كنت ناسية، يعني جِبت البصل والطماطم ونسيت أجيب أكياس للبن، اللي هي الأكياس اللي بنعبي فيها الحاجات دي. فما كانش عندي غير 4 أكياس، فصرّفت نفسي فيهم لحد إن شاء الله أمّا نجيب أكياس تانية، وأبقى أضبّطهم أنا بقى مع نفسي في كذا كيس كده. باعمل الكيس بيبقى مفرود كده، آخد منه قطع صغيرة أطبخ بيها، بتبقى قمر وتحفة وجميلة. والبصل بُصّوا أكتر حاجة بتوفّر معايا وقت، بتبقى جميلة بصراحة. بس كده، دي الحاجات اللي أنا عملتها النهارده. كده الحمد لله أنا خزّنت بصل، وأنا كنت مخزّنة توم مع نفسي بصراحة. كنت عاملة برطمان توم كده باقعد أقشّرهم. بُصّي أنتِ هتتعبي يوم بس هترتاحي قدّامِك شهر، شهر. يعني أنا أكتر حاجة كانت بتنجزني في رمضان إن أنا كنت مفرّزة الأكل بتاعي، ومفرّزة الخضار، ومفرّزة الحاجات دي كلّها. والله يا بنات أنا كنت باقوم، بس كنت عاملة إيه بقى، يعني لو عاملة بانيه باقوم متبّلة البانيه وعايناه في التلاجة، بس مش باحط عليه ملح، فاهمين؟ عشان ما يحدقش. باتبّل البانيه تتبيلة عادية، الشيشتاوك أيًا كان هي باتبّله تتبيلة حلوة. وحتى برضه كنت تبّلت فراخ وعينتها برضه. يا دوب والله كنت في رمضان أطلّع الكيس أحطه على النار يتطبخ، خلصنا خلاص الحمد لله، وحبّة الرز والحمد لله أنا كده أنجزت. فبصراحة حاجة عجبتني أوي، أوي، أوي. فقررت إن أنا بعد كده ما عدتش هاعيش من غير تفريز البصل والطماطم والتوم بصراحة، بصراحة. والسلق كمان، السلق عندنا عامل في دمياط عامل زي ما يكون، والله يعني مش عايزة أقول لِك الكلمة الوحشة دي، بس حاجة ما أنا ما بالاقيهوش، والله مش بالاقيه أبدًا، أبدًا. أنا كل ما أقول لجوزي أنا عايزة سلق، يقعد يقول لي: "يا بنتي أجيبه لِك منين مانيش لاقاه." مش عارفة ليه ما بالاقيهوش، والله العظيم. مع لإن أنا ما باعرفش أطبخ الطبيخ العادي غير بالسلق. بس الحمد لله يعني. هنا بقى كنت خلاص خلّصت كل الكمية بتاعة البصل، وحطيتهم في شنطة سودا كده. الشنطة السودا بتمنع عن ريحة البصل تنتشر في الفريزر. وبافضل بقى حاطاها كده، واخد حتة بحتة، حتة بصل بحتة بصل على قد الطبخة اللي أنا هاطبخها، وخلاص كده أنا كده اشتريت دماغي من أكتر حاجة رخمة ممكن تضايقني في الطبيخ، اللي هي الخلاط، ضرب الطماطم وتقطيع البصل. وخلاص كده ده كان يوم النهارده، وكنت حطيت الأكل وقعدنا أكلنا. وأشوفكم الفيديو الجاي حبايب قلبي، متنسوش اللايك. مع السلامة.